تعالى وبركاته. معكم السيف يونس كوتش السيف يونس. كنشكر الاخوان والاخوات اللي كيتابعوني على القناه ديال اليوتيوب، اللي كيكومونتي، الناس اللي كيكومونتي كلهم كيتبعوا، كنشكرهم على الامر. واليوم غادي نحاول نعرفكم بواحد الخدمه اللي هي السير في دفاع النفس بالنسبه للناس اللي هما كيتعرضوا للسرقه، او الناس اللي هما كيتعرضوا للاعتداء في الشارع العام وما كيحاولوش انهم يدافعوا على نفسهم. اليوم انا غادي باش نوريكم واحد الطريقه اللي هي سهله كيفاش تدافعوا على نفسكم، وكيفاش تقدروا تتخلصوا من واحد الانسان اللي غادي يحاول يصرفكم ولا غيحاول يتعرض لكم. المهم غادي نوريكم الطريقه اللي هي تكون ان شاء الله سهله، وهذه هي الحلقه الاولى اللي غادي تكون ان شاء الله، وباذن الله غادي نحاولوا نتفقوا الحلقات ديالها. غتكون الحلقه الاولى فيها واحد 4 ولا 5 ديال الحركات اللي غادي نقدروا ان شاء الله ندافعوا على نفسنا. ولهذا كيقولوا واحد المثل الشعبي، يد وحده ما تتصفقش ولكن راه كتصفق. وحنا غادي نبداو بالنقطه الاولى. النقطه الاولى هو انه الطريقه الاولى الا شفتي بهذه الطريقه هذه وانا ما قدرتش نتخلص منها، صحيح هي وانا ما كنحسبهاش طريقه هو باش ندافع على نفسي. اذا الطريقه باش نتخلص منه هو غادي يكون اون بوزيسيون لاكار، بوزيسيون لاكوش ديالي قدام، كيف كيقولوا يد قدام ما كتصفقش ولكن راه كتصفق. طريقه صافي سهله. اذا ها هو حاول كنمشي ليها الطريقه الاولى كنمشيها الطريقه الثانيه اننا نحاول نعاودوها. هذه طريقة سهلة. نعاودوها. تخرج مزيان، مزيان. الطريقة الواحدة. اوكي. 1 2 3 سهل
كنتخلص من هذا هو الاول. اوكي هنا هذا هو الاول، شفتوا مرات نضرب الرجل ديالي باش كيتلاح، عاد كنمشي اوكي هذا كيتحل، عاد